الغرض الاساسي من حضورنا هنا هذا اللقاء ليس للتفاوض على اي شيء بما فيها هذا القرار الخاص بالتصعيد. احنا كنا جايين اساسا لحضور الاجتماع المخطط والمسبق للجمعيه البرلمانيه لهيئه المكتب، وده كان الغرض الاساسي من حضورنا. كون ان حصل نقاش فرعي وبمبادره من رئيس البرلمان الايطالي، فده في حد ذاته نقطه ايجابيه احنا ما بنغفلهاش، ولكنها ليست على جدول الزياره بشكل او باخر. نعم يا فندم، فقط استوضح منك بما انك هناك وهناك حديث عن هذا الان، وحضرتك ايضا تحدثت عن انه كان حوار فرعي، فكنت استوضح منك فقط اعلم ذلك. ما انا بوضح لحضرتك ان ده قرار خده البرلمان بالفعل. نعم. التراجع عنه في الوقت الحالي ما اعتقدش انه هيبقى مقبول، ولكن من الممكن ان تصعد مصر باجراء اخر وللرد على البرلمان الايطالي. احنا بنشوف ان يجب ان ننقل المفاهيم للطرفين، قد تتضح الامور بشكل مختلف، وده مهمه الدبلوماسيه البرلمانيه اللي بتساند الى حد كبير الدبلوماسيه الرسميه للدول صحيح. المختلفه على مستوى العالم. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب على هذه المتابعة معنا.